السلام عليكم، أهلا وسهلا حبيباتي متابعيني في قناتي. اليوم جبنا لكم فطائر من غير دجاج من غير لحم، لذيذة لذيذة جدا. نتمنى إن شاء الله تجربوها. تفضلوا معنا المطبخ تاعنا تشوفوا المقادير والتحضير. هنا رانا كما قلت لكم رانا حطينا المقلاة. عندنا زوز ريسان تاع بصل كنا قطعناهم، عندنا 3 حبات طماطش قطعناهم، عندنا زوز ريسان فلفل حلو، زوز ريسان فلفل حار. دروك تشوفوا كيفاش نطيبوا لاصوص تاع الحشو. نحطوا قيس واحد زوز مغارف تاع الزيت، نحطوا البصل تاعنا اللي قطعناه أجنحة هكذا حبيباتي. نحطوا البصل تاعنا يتحمس مليح. هذه وصفة يعني تقدري ديريها للوليدات، خفيفة ومليحة. يعني كما نقولوا كان مثلا تكوني في البحر انت وليداتك تقدري ديريها وتديها معك للبحر كي يجوعوا العشية ياكلوها. مثلا تكوني مسافرة ترفديها معك ثاني مليحة. مثلا هكذا وليداتك يسخفوا عليها طيبيها لهم. يعني وصفة تقدري ترديها في البورتمونجي ما صرا لها والو نورمال وتجيك روعة روعة. باش نقول لكم حبيباتي راهو مكوناتها بسيطة، ماهيش حاجة يعني تكلفك حوايج بزاف. رانا ما درنا فيها لا فيونداشي لا والو، رانا درنا البصل. عندنا 3 حبات صغار كروجات ثاني كرفجناهم، 2 حبات تاع طوماطيش، زوج ريسان تاع فلفل حلو، ريسان تاع حار، كيما نقولوا شوية توابل. وانتي خدم شوية تاع الفرماج وانتي خدمتيها لوليداتك ولا لمولابيتك ولا ليك العمرك ولا كيما حبيتي. يعني وصفة سهلة وبسيطة. أنا دائما 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 معاكم بالوصفات البسيطة. يعني ما تكلفش، يعني تقدري ديريها في أي وقت تروحي للكوزينة تاعك تحوسي وشوية عندك ريسان تاع بصل شوية طماطيش هكذا وتنوضي توجدي الأكلة تاعك. العجنة راني كيما قلت لكم العجينة تاعها ما وريتها لكمش، لا خطرة العجينة تاعها سهلة وبسيطة نكون نوصفها لكم. احنا درنا الكروجات تاعنا كنا مربينها في الراباج هكذا. كروجات ثاني عندك زروديه ديري زروديه ثاني مليحه، تقدري ديري زروديه تقدري ديري كروجات. انا درت كروجات ما عنديش زروديه عندي كروجات. نزيد فلفل حلو وحار هكذا حبيباتي. تزيدي له طماطيش، بعد ديري لي زيبيس تاعك، لي زيبيس 2 حبات و 3 حبات تاع طماطيش قطعناهم. زيدي لهم لي زيبيس، تزيدي لهم فلفل حار احمر، تزيدي لهم شويه راس الحانوت، تزيدي لهم ملح، تزيدي لهم فلفل كحل، تزيدي لهم شويه زنجبيل. انا نحب ندير هذو الصوالح هذو كامل راهم كل يعني حوايج طبيعيه، ما عندناش حوايج تاع ماشي طبيعيه. طيب كل بحوايج طبيعيه. بعد ما نوجدوا الحشوه تاعنا هذه كي طيب خلاص نحطوها تبرد وروحوا نوجدوا العجينه تاعنا. العجينه تاعنا درت 2 غرفيه سميد موايا يعني سميد متوسط وغرفية نص فرينة. وانتي على حسب الغرفية اللي عندك، غرفية كبيرة غرفية صغيرة كل واحد على حسب العيال تاعو. انا درت غرفية متوسطة يعني مش كبيرة بزاف، ترفد حوالي نص رطل هكذاك. درت وحدة فرينة كما قلت لكم، وحدة سميد ووحدة ونص فرينة ووحدة سميد. ودرت لهم مغرف تاع خمارة تاع الخبز، ودرت لهم الملح، ودرت لهم حوالي 2 مغارف تاع الزيت وعجنتهم في العجانة. يعني ما حبيتش نطول عليكم الفيديو، وعلى بالك ما نوتش طيبتها بكري كان راح الحال. وقتاش نصبت ونط نطيب فيها والله العظيم كنت شوية مريضة، والله غير نط نطيب فيها مع 11 تاع النهار. 11 تاع النهار كل يوم كما يقولوا جماعة، ولازم العبد ينوض يصلي يقرأ قرآن يقرأ سورة الكهف، عندنا حوايج يغسلهم، عنده بزاف حوايج يديرهم. طيبتها بديتها مع 11 تغدينا مور صلاة الجمعة. هنا شوفي العجينة تاعنا راهي تكون طرية. كي بعد ما تعجنيها وتكملي ديريها كويرات كويرات وتحطيها ترتاح. بعد ما ترتاح تبدري تقرصي فيها كيما نقولوا حنايا ديريها شويه فارينه لتحت وتقرصيها بيدك ولا بالحلال. ديريها شويه رقيقه باش ما تجيكش معجنه لداخل، لازم تحليها بالحلال باش تجي طريه وخفيفه كيما راكم تشوفوا كيما هكذا. نحلوها بالحلال ومن بعد نحطوا الحشو تاعنا. كي نشوف واحد السمك تاعها مليح خطره يزيد تطلع في البلاء، يزيد تطلع ما تبقاش رقيقه كيما هكذا، يزيد تطلع فيها الخميره هكذا حبيباتي. والله غير كلاوها كل ما خلاوش منها حبه حبه ما خلاوهاش كل كلاوها. هنايا كيما راكي تشوفي راهي ولات مليحه. الحشو تاعنا راهو كان برد، درنا في الفريجيدار برد. نحطوا الحشو تاعنا في نص القرصه تاعنا ديك الدويره تاعنا
ونزيد نحطوا عليه حبه تاع الفرماج، ولا عندك فرماج مربي انتي واش عندك من فرماج. انا ولا غير عندي فرماج تاع المثلثات، درت لها فرماج تاع المثلثات وتشديها على الطرف وتبدري تلمي فيها على شكل حوته، ديريها على شكل حوته كيما هكذا تجيك شغل حوته، تضفريها ضفير تجيك شغل حوته، والبلا تاعك تكوني دهنتيه بالزيت هكذا حبيبتي. نكملوا الكميه تاعنا كامله حتى نكملوا الكميه تاعنا كامله هكذا. زين ندير معكم القرصه الثانيه، قلت لكم نكملوا الكميه تاعنا كامله ومن بعد نوريو لكم كيفاش عاودنا دهناها هكذا حبيباتي. راهي تجي طريه ما شاء الله، طريه وخفيفه هكذا حبيباتي. وما تبخلوش على خويتكم بالجنب، بارطاجيو الفيديو، جمجمولي، علقولي، قولوا لي رايكم، اعطوني رايكم في الفيديو، واعطوني رايكم في الطبخه كيفاش مليحه ماهيش مليحه. والله غير نتقبل الاراء تاعكم كامل، حتى كان تقولوا لي الوصفه ما تجيش كيما هكذا ولا نتقبل الاراء تاعكم، غير قولوا برك، قولوا يعني جاتكم مليحه، قولوا مليحه، جات مش مليحه، اللي جربتها تقول لي نجربها، جربتها تقولي جاتني مليحه، اللي دارتها من قبل تقول لنا هذه الوصفه درتها من قبل وناجحه ومليحه. والله العظيم مش راح نقول لكم حبيباتي، غير جمجمولي برك، ربي يحفظكم ان شاء الله. وراني مستمره بكم نتوما المتابعين تاعي، نتوما اللي راكم تشجعوا فيا، نتوما اللي راكم نجي كي ندخل الفيديو تاعي نلقى الجام نلقاكم معلقين لي، والله غير نزيد تحفزوني، نزيد نكمل ندير فيديوهات اخرين هكذا حبيباتي. كما راكم تشوفوا راهي العجينه طريه واش راح نقول لك، تلعب في اليد وحدها. وعلى بالك ما تقوليش راهي مش معمره بزاف، راهي كي تطلع هذيك الحشو تاعها كامل يمشي فيها كما راكم تشوفوا هكذا حبيباتي. رانا كملناهم، جايين كي الحويتات هكذا، ونجيبوا لهم البيض، صفار البيض ندهنوهم كامل بصفار البيض هكذا حبيباتي. كان عندك البيض بزياده ديري غير صفار البيض وحده، ولا عندك البيض غير شويه ديري له شويه تاع حليب وشويه تاع كركم باش يجيوك صفوره، يجوك ملاح، يجوك اللون تاعهم باهي هكذا حبيباتي. ندهنوهم كامل بالبيض، والفور تاعنا راهو شاعل يسخن، يعني باش كي تحطيهم ثمثم يطيبوا لك ما يبطاوش هكذا يا حبيبتي. جاو تقول حويتات، والله غير تقول حويتات، ربي يبارك هكذا يا حبيباتي، يا متابعيني في قناتي، يا خواتاتي. راني انا مش مقصره معكم الفيديوهات، وما تقصروش معايا بالجام، بارطاجيو الفيديو وصل عدد كبير. والله العظيم كي تشوفوا الفيديو كملوه من الاول للاخر، راهو ماذا بيا على المشاهدات نتاعكم ان شاء الله باش تتفعل القناه هذه، راه بفضل الله وفضلكم راني مستمره، وكي تشجعوني راني مازال نزيد لكم حوايج اخرين، مازال ندير لكم فيديوهات اخرين، مازال نشارك معكم وصفات اخرين، غير برك شجعوني. برك راهو الانسان الحاجه اللي تطلعوه هو المعنويات تاع الانسان كي تكون مرتفعه هي اللي تخلي الانسان دائما يواصل المشوار تاعو. واش نقول لكم، رانا درنا لها الساندويتش، تحبي ديري الساندويتش، تحبي ديري حاجه واحده اخرى اللي حبيتي ديريها جلجلانيه ولا واش حاب كل واحد واش حاب يدير. انا حبيت ندير الساندويتش، كاين اللي يدير جلجلانيه، كاين اللي يدير حاجه واحده اخرى، يعني حبوب واحده اخرى. هنا شوفوا راهم طابولنا وجاو حموره ربي يبارك ما شاء الله، وشهيه طيبه للجميع. شوفوا كيفاش جاو يهبلوا، راهم سخونين، ما قدرتش نشدها باش نقسمها لكم، راهي سخونه حتى جبت الموس باش نفتحها بالموس نوريكم الداخل كيفاش دايره، راهي سخونه. شوفوا ربي يبارك ما شاء الله، راهي جات طريه بصح سخونه، ما قدرتش نقطعها بيدي. شوفوا كيفاش جات معمره لداخل، شوفوا ربي يبارك، وبنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال رضاكم، وما تبخلوش علينا بالجام، بارطاجيو وديروا الجام. واش نقول لكم حبيباتي، نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمين ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله في وصفات اخرين يا رب العالمين. واش نقول لكم خياتي، غير كونوا معايا نكونوا معاكم ان شاء الله، بارطاجيو الفيديو، جمجمولي، الله يحفظكم ان شاء الله هكذا حبيباتي. شوفوا من تحت كيفاش جات حمراء، الفوق حمراء، ربي يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن هكذا حبيباتي. ونقول لكم انا ابقاو على خير، وان شاء الله في فيديوهات قادمين ان شاء الله يا رب العالمين.